السلام عليكم. النهارده هنعمل اكله سهله وسريعه وجميله ما شاء الله. عندك شويه كوسه مش عارفه تعملي فيهم ايه؟ تعالي يلا بينا نعملهم في 10 دقايق. هتجيبي بصلايه متوسطه وتخرطيها خرط رفيعه. هتجيبي الكوسه اللي عندك وتخرطيها معاكي. هتجيبي قرن فلفل حامي احمر، ده لو بتحبي الحامي، وهتخرطيه معاكي. وهتجيبي فصين توم وتخرطيهم كمان. جهزنا كده حاجتنا. نجيب حله ونحط فيها معلقة سمنة ومعلقتين زيت، ننزل بالبصل بتاعنا على طول ومعاه الفلفل اللي حطيناه. ما شاء الله هياخدوا تقليبتين شوية، وهتحطي المفروم، أي قطعة مفروم عندك هتحطيها. دي معلقة توم باودر اللي احنا كنا عاملينه أيام ما كان فيه التوم. ما شاء الله جميل وريحته جميلة جدا. كده هنحط الشطة ومعلقة بابريكا، واللي طبعا اللي ما بياكلش شطة مش هيحط. وبعد كده عندهم تقليبة مع اللحمة. بعد ما يندمجوا مع بعض البصل باللحمة بالفلفل بيهم، هتحطي الطماطم ومعلقة صلصة تسبكهم. هتحطي الملح والفلفل الأسود حطيناهم. طبعا الراعي الرسمي بتاع الأكلة دي الفلفل الأسود، ده أهم حاجة، أهم مكون هيتحط الفلفل الأسود، لأن هو ده الراعي الرسمي بتاع الأكل. حبيتين حبهان وهياخدوا تقليبه. هتحطي ربع كوبايه ميه. ليه؟ لان الكوسه كلها ميه، فممكن تلاقي نفسك الميه ياما والكوسه تتهرى منك، فتعملي ايه؟ هتحطي ربع كوبايه ميه، ولو عوزتي هتحطي برضو ربع معلقه. كده حطينا الثوم الني اللي احنا قطعناه تقليبتين، وهتلاقي الكوسه بتاعتك استوت. مش هتاخد معاكي 10 دقايق، ربع ساعه بالكتير حسب الكميه اللي انت عاملاها. هي الوقت معاكي هيتاخد حسب الكميه اللي انت عاملاها. عامله كميه صغيره، طبعا انت النار بتاعتك بتبقى مش عاليه قوي ومش واطيه قوي. النار عندك هتحطيها متوسطه علشان الاكل ما يلسعش منك، انت مش حاطه ميه ياما. كده احنا عملناها. ما شاء الله ريحتها جميلة ولذيذة جدا ومفيدة وكلها فوائد. ما شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكم.